في ظل احتفالات دار الأوبرا المصرية بمهرجان الموسيقى العربية، كان في حفل مخصص للأطفال تحت مسمى الاحتفال بأعياد الطفولة، ولذلك من على مسرح الأوبرا بدأت تظهر العروض الكرتونية والاستعراضات الموسيقية للأطفال. النهارده كان جميل قوي لان طبعا على المسرح وفي مجموعه من الراقصين الباليه المتميزين، الاطفال الصغيرين، وفي طبعا كورال دكتوره ناديه عبد العزيز، ده برضه في مجهود كبير، الى جانب طبعا مسرح الاوبرا وجمال والنظام اللي هو فيه يعني المسرح نفسه في حد ذاته الواحد بيبقى سعيد وهو بيشتغل. حفله بقى زي اللي شفناها النهارده بتعوز طبعا تدريب مكثف كذا مره، بيبقى فيها تعب شويه عشان هي واخده شكل جديد النهارده، فيها حركه زي ما شفنا، فيها مش مجرد غنى يعني وهم واقفين وخلاص، لا فيها حركه بالظبط زي ما بيشتركوا في الاعمال الاوبراليه، بيبقى فيها حركه، بنعوز برضو بروفات اكتر، بقى فيها شغل، انما فيها برضو سعاده وفرح، وما عنديش مشاكل ولا هم عندهم مشاكل ابدا. هو التدريب بتاعهم اصلا هو بياخدوا معايا مرتين في الاسبوع، لان هم لسه صغيرين، لسه ما دخلوش الاكاديميه معهد الباليه، فهم بيتدربوا معايا يومين في الاسبوع. اول ما بدانا العرض بتاع الاغاني بتاع الدكتوره عفاف، ودي تقريبا خدت معايا اسبوع، كانت الاسبوع خدنا فيه 5 ايام، وبعد كده البروفات جنرال خدت معانا 3 ايام، والحمد لله. رقصة مع أختي تاسو، ورقصة مع البط، وأنا بحب الباليه جدا، يا رب أكبر وأعمل باليه تاني عشان أشتغل كويس. أنا النهارده كنت على المسرح طاير وحاجة جميلة جدا، والأطفال النهارده كانوا يعني مش عارف اقول ايه، مش قادر اوصف انا جوايا ايه، مش عارف بجد والله، بس انا فرحان جدا لان انا مش في اي حاجه خالص في حياتي الا الاطفال. ومن النقاط المميزه لعروض عيد الطفوله بدار الاوبرا المصريه انه من اخراج مذيع برنامج عز الشباب محمد حلمي. الموضوع ممتع، الموضوع ان انت قاعد قدام شاشه التلفزيون بتاعتك، كل حاجه فيها، كل تفصيله انت تتحكم فيها، انت الحر انك تتحكم في كل حاجه فيها. فالموضوع ممتع ان انت بتخرج حاجه مش بس تخليك انت مستمتع، لا بتخليك انت مستمتع والجمهور كمان كله مستمتع. بخليهم يعملوا كل واحد اللي نفسه فيه، اللي نفسه يغني وهو بيتحرك، اوكي يغني وانت بتتحرك. لقيت مشكله عند تاني في اللبس، انا نفسي البس كذا، فلقيت كل واحد جايب اللبس اللي يريحه، بيغني الاغنيه اللي بيحبها. خدت فوت على الاغاني اللي هو بيسمعها وبيحبها، خدت فوت على الكرتون اللي هو بيحبه وبدات اركبه كمان على الشخصيات، وخدت فوت ان مين اللي بيحب الرقص يبقى في وسطهم. جبت كمان معاهم باليه، كل مشترك من فروم A to Z في العرض كله اطفال ما عدا دكتور عفاف راضي. مواهب من الاطفال وعروض غنائيه واستعراضات على خشبه مسرح الاوبرا رسمت بسمه خاصه للاطفال بمناسبه الاحتفال باعياد الطفوله. شريف الصمدي، عز الشباب.